يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بالأنبياء سادة الكرام بكل أعمالهم التي كانوا يعملوها من صدقات، من صلاة، من ذكر، من فتوحات، من معاناة في سبيل الله، في ابتغاء مرضات الله، ولكنهم مع ذلك مع تزكية الله لهم بأنهم أفضل الخلق، وأن الله اختارهم، وأنهم على صنع من الله واختيار من الله، مع كل هذه المميزات لدى الأنبياء لكنهم يعيشون حالة القصور لله سبحانه وتعالى، أنهم ما زالوا يعيشون حالة القصور، أنهم مقصرين. مع ذلك يدعون دائما وأبدا بالغفران وهم الأنبياء، فما بالكم سادة الكرام نحن نعيش حالة قصور، لكن قصور غير القصور حق الأنبياء. الأنبياء كانوا يعيشوا حالة قصور في التوجيهات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف كان الأنبياء يدعوه، أي أن الأنبياء بكامل رصيدهم الإيماني عند الله سبحانه وتعالى مع ذلك ما زالوا ماذا؟ يحسوا بقصور إلى الله سبحانه وتعالى، وهم من زكاهم الله. فما بالكم سادة الكرام نحن من نعيش حالة القصور ليست كحالة قصور الأنبياء. الأنبياء يعيشون حالة قصور فيما أمرهم الله من تقوى، في استغفار، في تسبيح وما إلى ذلك. فما بالكم سادة الكرام نحن نعيش حالة قصور فيما أمرنا الله أن نقوم به من فرائض. نحن من نقصر، نحن من نذنب، نحن من نرتكب الذنوب ونعصي الله ونقصر، نعيش حالة قصور، ولكن لا نبادلها بدعاء. نحن نجهل الدعاء، نحن نعيش حالة ضمور في الدعاء. نحن لا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بخشية، نحن لا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى أن ندعيه بتضرع خفية. في الأخير نختم بهذا الدعاء وهو دعاء الأنبياء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.